نعم دول خليجية. وأنا قلت لك في بداية مداخلتي 3 دول فقط الذي سجلت مواقف واضحة وقوية وجريئة: تركيا، قطر، المغرب. طردوا السفير من أول برميل، أول برميل قبل ما يصل الأرض كانوا قد طردوا السفير السوري، السفير النصيري، طردوا أبوه وقطعوا العلاقات تماما وانحازوا إلى الشعب في موقف أخلاقي دولي إنساني رجولي. لأن أنا محايد، أنا كنت محايد، أنا محايد. حتى عطاف عندما ذهب إلى هناك لم يجرؤ أن يدين بصريح العبارة ما فعله النظام السابق. ثم أن ذهابه إلى هناك، أنت مفكر أنه ذهب يوقف موقف أخلاقي؟ هو راح يدور بلاويكم المخازيكم التي هناك، راح ينظف البصمات، راح ينظف البصمات. حتى أردوغان فتح معه الرئيس عبد المجيد تبون إصلاح هذا المخازي التي كانت في سوريا، ومحاولة الوساطة بين النظام الجزائري اليوم وأحمد الشرع. أنتم تتسولون إليه اليوم، هذا أحمد الشرع الذي كنتم تعتبروه كبابي. يا أخي لا، أنا شوف، كنت أتمنى أن يطلع لي جزائري كذا شجاع يقول لي أنا كنت مع السوريين من أول يوم، أنا أبرأ إلى الله من الأنظمة هذه، أنا ما بيدخل شيء تبون معك القبر ولا بيدخل معك شنقريح القبر. هذه دماء الناس. عندما تريد أنت أن يحترم الناس شهدائك، احترم شهداء الناس، احترم شهداء الناس عشان يحترموا الناس شهدائك. عندما تريد أن يحترم الناس تضحياتك أمام فرنسا، عليك أن تحترم تضحيات السوريين في أطهر وأنقى وأفضل وأعظم ثورة في العصر الحديث، الثورة السورية. عيب يا أخي، سجلوا موقف يا أخي، ولو واحد منكم، ولو واحد يطلع يسجل موقف هكذا أخلاقي مثل هذا الأخ الراجي هذا اللي قال أنا أبرأ إلى الله، لكم توازناتكم الدولية عند عبد المجيد تبون. لحظة يا أخي لو سمحت، أنا بعطيك حق الرد لكن ميكروفونك مغلق، كيف بتتكلم ميكروفونك مغلق أنت؟ خليني أعطيك حق الرد، افتح الميكروفون، يلا تفضل قول. قضية الجولان، تكلمت الأخ أسعد على تضارب في الشهداء وما إلى ذلك. هو الأخضر الإبراهيمي على قناة تلفزيونية عالمية وقال أنه السلطات الفرنسية تعترف أنها قتلت 600، هذه في الحرب من 54 و 62. فرنسا تعترف أنها قتلت، يعني مش موضوع إعادة شهدائكم، ليس موضوع إعادة شهداء، الله يرحمهم ما علينا. إنما أنا أريدك أن تقول لي أنت إيش كان موقفك الشخصي وبشار الأسد يقذف البراميل المتفجرة على الشعب السوري؟ إيش كان موقفك أنت وقتها؟ أكيد هذا شيء لا يقبله ولا أحد. عبد المجيد تبون قال كنا ننصحه ونقول له يكفي من هذا الشيء. كنا ننصحه على أساس نعم. بقية أهلك تنصحهم، بقية أهلك ولا بينكم نسب ومصاهرة؟ كنا ننصحه. وين المواقف السياسية؟ وين المواقف الرجولية؟ وين المواقف المغرب بطرد السفير وإغلاق السفارة؟ قال لك كنا ننصحه على أساس متزوج بنته ولا متزوج خالتك؟ لا ما تزوج خالتي ولا ما تزوج بنتي. هذه هي مواقف الدول، يعني لا تدعم او تساند او تعارض او تعطي وجهه نظرك وتتدخل في الموضوع. هذا شأن داخلي سوري. سوريا لم يهجم عليها الاسرائيليين او لم يهجم عليها يعني الفرنسيين، هم سوريين فيما بعضهم البعض. هذه حرب، يعني نحن فاتت علينا على العشريه السوداء مثل ما فاتت عليهم. يعني انت كان موقفكم مع النظام؟ لا، كان الموقف محايد تماما، ليس مع النظام وليس ضده، محايد تماما. محايد. وبقيت الجزائر علاقتها طيبه مع يعني واحد اسمه بشار الاسد ازهق 1.5 مليون انسان بريء وانت محايد هنا؟ لا هو في اللايف اللي فات جامعة الدول العربية، يعني كل الملوك والأمراء والرؤساء الدول العربية دخلوه إلى جامعة الدول العربية، دخلوا بشار الأسد وحضر في السعودية حضر. نعم أنا يهمني موقفك أنت، موقف بلادك أنت كيف كان؟ لا موقف، إذا تحوس موقفي أنا الشخصي ولا موقف بلدي؟ إذا كنت تحوس على موقف بلدي فموقف بلدي بالنسبة في آخر مطاف عندما دخلوا كل الدول العربية فالمواقف كلها متشابهة. إذا كنت تحوس على رأيي الشخصي نحن نضم أي نظام يقتل شعبه ونحن ضده، سواء الجزائر أو فرنسا أو تونس أو عندنا ولا استغفر الله العظيم أو المغرب أو في أي مكان. من يرضى يعني بقتل الناس؟ لا يوجد إنسان على وجه الأرض خلقه الله في فترة يعني أنه بني آدم ويتمنى قتل الناس. ولكن أنت يعني يا أخ أسعد كن، يعني أنا لست أدري كم من مرة يعني أقدم لك نصائح أقول لك عندما تتكلم بمنطق، لا تتكلم أنت كنت تقحم في الشهداء أو تقحم في، عندما رديت عليك عاد تقول لي ليس موضوعي. كيف أنت تدس في العسل يعني؟ لا يا أخي أنت داخل تعد لي شهداء الجزائر وما هوش موضوعي شهداء الجزائر الذي نعرفه اليوم. تكلمت عليهم لا أنت تكلمت عليهم. طيب اسمع وصل لك الفكرة ديال الشهداء الله يرحمهم. أنتم لم تحترموا حتى شهداء سوريا. أنت نفسك ما احترمت شهداء سوريا، ولا رئيسك احترم شهداء سوريا، ولا نظامك احترم شهداء سوريا. وكل ما ذكرنا قلت شهداءنا مقدسين، وشهداء سوريا منين حد قال لك انهم ليسوا مقدسين؟ لا انا لا قلت لا اقول ليسوا مقدسين، قلت سوريا ما وقع في سوريا، قلت حرب اهليه بين الشعب السوري. سوريا لم ليست حرب اهليه يا صاحبي.
نعم، احنا مرت علينا حرب اهليه يا صاحبي. على حسب الصوره اللي حاط في البروفايل ديالو، مادام انه هبط غنسولك انت الاخ الشرعي، واش كتعرف هذيك الشخصيه اللي حطوها في الصوره ديالو؟ والله نسيتها ايش كان حاطط، وانا ما حتى ما لم ادقق. صورة أوكي. من؟ هذيك الصوره ديال حفيد الامير عبد القادر في الجزائر، هو كان الاسم ديالو الشيخ خلدون الحسني، الذي تم اعتقاله عام 2012، مات 2015. كان طبيب اسنان، عالم موسوعي، فقيه مالكي، حاصل على اجازه تؤهله لاصدار الفتاوى في مذهب الامام مالك، كما كان قارئا متقنا للقران الكريم، حاصلا على اجازه في القراءه العشر، بالاضافه الى كونه باحثا في التاريخ ومؤلف. اين مات؟ مات في سوريا في سجن صرنايا تحت نظام المجرم بشار الاسد. اوف مش معقول يا صوفيا. نعم ما يمكنش. نعم انا والله لا لحظه اصبر. واخا هذه معلومه حقيقيه. صح يا اسعد، 100%. انا اعطيك وثائق بهذا الموضوع اذا بدك. ابن عبد القادر الجزائري نعم، جده عبد القادر، جده عبد القادر قتل بإعاز من النظام الجزائري للنظام السوري، إعاز من النظام تبون للنظام السوري، قتل حفيد الأمير عبد القادر. نعم 100%. أوف حتى حفيد عبد القادر الجزائري ما طلع فيكم غيرة عليه وهو مات في سجون بشار الأسد. واو المعلومة. لحظة يا أخي، دعني هنا، ينبغي أن نتوقف قليلا يا الراجي. اصبر. هذه معلومة قاتلة، هذه معلومة صادمة، هذه ممكن تقلب موازين اللايف كلها. وي. حتى حفيد عبد القادر الجزائري مات في صدنايا. يا عيبة، من طلعتي هذه المعلومة وانت وين كنت مخبية من اول اللايف؟ الله يهديك، كنت تفتحي وتقولي لنا. انا والله ما كان عندي اضافه في هذا الموضوع، انا ديما كنشوف الصوره ديال راجي وكنشوف التقيه اللي كيطلق علينا في اللايف، كنت بغيت نتفاعل معاه في الصوره ديالو، هذا ما كان عندي. لحظه انا برجع لك يا راجي، انت تعلم بهذه المعلومه؟ كله صحيح. وكذلك اضيف على ذلك انه ام خلدون رحمه الله يعني قالت اسمه خلدون انا ذاك باش يتوسطلها لبشار الاسد باش يطلق سراحه، وبوتفليقه ما لم يتوسط، بقى في السجن. لا لحظه خلوني افهم. دابا حفيد عبد القادر الجزائري كان تحت قبضه النظام السوري وعلى راس بشار الاسد في وقت كانت علاقات بشار بالنظام الجزائري سمنة على عسل ويؤيدوه، ولم يطالبوا بحفيد زعيمهم عبد القادر الجزائري. لا جنني الراجل. اخ اسعد، ممكن احكي كلمه بهذا الموضوع؟ انا جاي لك. انت سوري يا اخي، في هذا الموضوع. نعم احكي بهذا الموضوع. خليني اكمل مع هذا الجزائري. الله يرحم لك الوالدين، بس ننهي هذا النقطه التي اثارت هذا الاخت. طلعتي لي ذا الحين في راسي 70 تبوني في راسي. ايش كيف فصل يا راجي؟ مثل ما قالت الاخت، يعني هو طبيب اسنان وكذلك فقيه، وكان عنده 5 أولاد، وفي بداية الثورة هو أبدى الدعم للثورة، فألقي عليه القبض في 2012، وبعد أمه توسلت لبوتفليقة آنذاك باش يتوسط، يقول البشار يطلق سراحه. بوتفليقة لم يفعل، فبقى ثم مات في سجن صيدنايا بعد 3 سنوات. بو يا فضيحة. وحاجة أخرى، كان مستشفى في دمشق اسمه على مسمى الخميني، فلما انتصرت الثورة غيروا الاسم سموها على خلدون، فلو تروح لدمشق ابحث على مستشفى خلدون الحسني. صح 100% صح. الله اكبر. وي ممكن نكمل اضافه. اكملي وبعدين ناخذ الاخ من سوريا. نكمل باش ننزل. اللي بغيت نقول هو ان هذا كان عالم فقهي مالكي للمذهب المالكي، كيف ما قال الاخ الراجي ما عطاوش اي اهتمام، ولكن في المقابل كنلقاو هذاك الصحفي العارف المشاكر اللي كيطلع معك هنا ويتباهى بنظاراته الملونه، عرفتي على ما كنهضر؟ هذاك تلاقى مع واحد السيده سوريه في واحد الحانه الليليه، وجابها للجزائر وعرفها على اساس انها حفيده عبد القادر، وقدموها في برامج في التلفزه الرسميه على انها اميره سوريه. نعم. هذيك الاميره السوريه عطوها اهتمام وعطوها تغطيه في الاعلام ديالهم، ولكن هذا السيد اللي كان فقيه وكان رجل علم ما عطوهش اهتمام. هذه هي الشيء اللي بغيت نقول. شكرا لكم على المساحه. باي. شكرا والشكر لك انت، الله يعمرها سلعه، ما شاء الله عليك. الا اثرتي لي موضوع في منتهى الخطوره. تفضل يا اخي ابو كمال، تفضل. واسمحوا لي الاخوان انا اسبق السوريين قبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاروق وقسطنطينيه. اصبروا دقيقه، الله يرحم لكم الوالدين. تفضل يا اخينا، مرحبا. السلام عليكم اخي. عليكم السلام، مرحبا. اول شيء المعلومه اللي حكتها الاخت صح 100%، بس في نقطه صغيره غلط. هي اجى اعاز من النظام الجزائري لاعتقاله، هو ما كان واقف عن الثوره السوريه. لا الله، لا انت طينتها دابا. نعم هو اجى اعاز من النظام السوري الجزائري الى النظام السوري، وفي وثائق بهذا الموضوع،
واذا بدك ان شاء الله ادور لك عليها واجيب لك اياها باذن الله. هل كان معارضا لا كان عايش في سوريا كطبيب اسنان وفقيه كمان. هو متجنس هو ولا مقيم ولا كيف ولا ايش؟ احنا في سوريا اخي اسعد، في سوريا في كثيرين جزائريين مجنسين. اذا تعرف الممثلين من بيت الجزائري ترى هذول الاصل تبعهم جزائريين هذيك اللي كانت في باب الحاره. نعم هذه جزائريه. نعم جزائريين ومجنسين في سوريا كثيرين، نسبة كبيرة في سوريا. طيب أنا هنا أريد أن أتوقف، اسمح لي. أنا الآن ربطت حاجة خطيرة جدا. تفضل أخي. أعتقد أنه في نفس التوقيت الذي كان يطحن فيه الشعب السوري، يعني قبل سقوط بشار بسنة تقريبا، في وقت أنت الآن تؤكد أن النظام الجزائري يوعز إلى النظام السوري بالتنكيل بحفيد عبد القادر الجزائري. نعم. كانت الجزائر تكرم حفيد مندلا. نعم. الذي هو أكرمكم الله من أصحاب الرايات الملونة. نعم صحيح هذا الكلام. بوي 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 والفضايح المتوالية يا عباد. أنا مضطر أنهي اللايف يا جماعة، هذا مضطر أنهي اللايف هذا. ما أنا يا أخي حشمت، يا أخي محرج. أنا الآن حشمت في بلاصتكم يا أخواننا. واو كمل يا أبو كمل. حبيت بس أني أعلق على هاي الصورة. احنا الشعب السوري من زمان نستنى هاي اللحظة، أنه الحكومة السورية تخطي خطوة باتجاه المغرب، لأنه ترد شيء جميل للمغرب وللشعب المغربي، للحكومة وللملك ولشعب المغرب. جزء بسيط من الشعب السوري لازم نرده. وكان هاي الزيارة تكون من زمان والعلاقات تكون قوية، المفروض كانت من زمان، والحمد لله صارت لأنه احنا لازم نرد معروف لجلالة الملك وللأخوة المغاربة بعد ما زدتوا أبنائنا المعارضين بالجزائر إلى صحراء المغرب واستقبلهم جلالة الملك. لازم هذه عيدة عودة. الجزائر طردت السوريين، المعارضين السوريين مو سوريين، والمغرب احتضنتهم. نعم زدتوهم في الصحراء المغربية وجلالة الملك احتضنهم طول الله عمره وشفاه. نعم. هاي احنا الجزائر ما عملوا للشعب السوري اي شيء ولا قدموا، بالعكس كانوا يقاتلوا مع النظام السوري، قاتلوا. حتى لما راح وزير الخارجية اول، لما في حدا كأنه صغر في هذه الزيارة، صغر فيها في الحكومة. لا، هاي الحكومة تمثل الشعب السوري الحر كله. هاي الحكومة والرئيس والوزير الشيباني يمثلوا الصغير والكبير بالدولة السورية. ليش؟ لأنه احنا أهل الدم، احنا الأحرار في سوريا، مو اللي هلا قاعدين في الجزائر ويقولوا عندنا لاجئين سوريين. لا، هذول مو لاجئين، هذول كانوا مع النظام السوري وعدكم. أما اللاجئين أنتم زتيتوهم في الصحراء واستقبلهم جلالة الملك. طيب ماذا، أنا سأسألك سؤال ربما شوية يخربطك شوية، وأنا ربما حتى أحيله إلى أي مغربي يرد عليه أي مغربي. ماذا عن المغاربة الذين انخرطوا في الجيش السوري في المقاومة السورية الآن؟ هل تم تجنيسهم أم سترجعونهم كالأفغان العرب؟ لا ما يرجعون، هذول أخوتنا وتزوجوا منا وإحنا مفتخرين فيهم، وهم بالنسبة لنا مثل أي سوري كان بالثورة، هم تاج على الرأس. هل هناك جزائريون كانوا مع الجيش الحر؟ لا، كانوا مع النظام السوري 500. ولما راح وزير الخارجية بأول نجاح ثورتنا وإسقاط دمشق بعد أسبوع، ركض إلى القصر يهنئ هذه الحكومة من أجل 500 واحد المسكوهم في حماة يقاتلوا مع النظام السوري. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني حتى على مستوى البلدين المتطوعين المغاربة ذهبوا مع الشعب السوري، والمتطوعين الجزائريين ذهبوا مع النظام السوري. 500 شخص. وفي إثباتات في حماة اعتقلوا من هاي البيزاريو، ما بعرف شو اسمه، أنا ما بعرف. البوليزاريو. أيوة، 500 واحد كانوا يقاتلوا مع بشار الأسد. والنظام الجزائري من بداية، حتى لما بشار الأسد رجع تعويمه إلى الجامعة العربية كان عن طريق الجزائر، مو عن طريق دولة ثانية. نعم. هم يتهمون دول خليجية بما فيها. لا يا أخي لا، ارجع إلى التاريخ. حتى جلالة الملك رفض هذا الشيء، وأما تبون قال لازم يرجع. موجود كل شيء موثوق يعني هذا الشيء. عرفت شو؟ فأنا سمعت أخ جزائري كنت والله أقلب باللايفات وشفتوا أنه صغر، أنه هذول ما يمثلوا شيء، في أنه صغر بهذه الزيارة. لا يا أخي، هذول هم سوريا، هم اللي حرروا سوريا وحرروا بلادنا. هذول هم اللي يمثلونا ويمثلوا أصغر كثير من الشعب السوري. على فكرة أخي أسعد ما يعرف شو سووا الجزائريين في الشعب السوري أو باللاجئين السوريين العدم. لو يعرفوا صدقني كثير معاملة من السوريين تختلف. هلا احنا نعرف
احنا جربنا هذا الشيء، احنا شفنا هذا الشيء بعيننا. نعرف الجزائر والحكومه الجزائريه، انا ما احكي على الشعب، الحكومه الجزائريه شو قدمت للشعب السوري؟ قدمت ايه؟ نعم، قدمت القتل، قدمت السلاح لنظام بشار الاسد، وقدمت طياره بالزلزال، كانت الزلزال في حماة في ادلب، وتقدم الطياره لاغاثه لبشار الاسد، وهو الزلزال عند المخيمات. أنا توقعت أنه في زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للطيب أردوغان، طبعا بحكم العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا اليوم، ربما طرح وساطة، والآن يريد أن يلمها. الآن النظام الجزائري ربما يريد الآن يبحث عن علاقات مع أحمد الشرع وسوريا الجديدة عبر بوابة تركيا. ربما هل ترى هذا ممكن؟ ربما أخي أسعد، بس احنا إذا لاحظتوا أول نجاح الثورة، الثوار السوريين دخلوا إلى السفارة المغربية وحطوا ورفعوا علم أو رفعوا صورة جلالة الملك، الله وفاتوا إلى سفارة هذول البوليزاريو وحطموها. هذا موقف الشعب السوري. الله الله أنا الله. انت شفت هذا المشهد يعني تماما. انا نشرته اخي اسعد، مو شفته، انا نشرته اول ما دخلوا دمشق. نعم، انا اول واحد نشرته على صفحتي، موجوده هلا حاليا، اذا تفوت من التاريخ موجود. انا نشرت هذا الشيء لما فاتوا رفعوا صورة جلالة الملك، ولما فاتوا كسروا حطموا السفارة البوليزاريو، المكتب نعم. ديال البوليزاريو. اخي الشعب الجزائري احنا ما نقول عنه شيء، على راسنا، بس ما قدموا لنا وما وقفوا مع ثورتنا، كانوا ضد ثورتنا، وللآن يقولوا بشار الأسد لما ينزعجوا من أي سوري يقول إن شاء الله يرجع لكم بشار الأسد. فالجزائريين ما كانوا يهددونكم ببشار الجديد. نعم، فالشعب الجزائري ما وقف ولا حكومة. خلاص انتم تهددون بالفرنسي يعني لا ما ندد، احنا ما ندد، احنا لا اذا شوفوا، اذا عندكم ناس بنفس العقليه الجزائريه، اذا قال لك بنرجع لك بشار الاسد، قلت انا برجع لك الفرنسي دقدقه. لا عندنا ونعرف هاي ال 500 جمجمه في فرنسا، بنعرف نحكي وكل شيء، بس اما احنا ما نرجع يعني. يا ابو كمال، انا ساطرح عليك سؤال اخير قبل ان تنهي المداخله هذه، واذا ما عندك شيء بقى معنا، بقى لا تذهبش، خلينا باقينا شوي. تفضل. ده انا شوف، انا احيانا لا الوم الاخوه في انصار النظام الجزائري، انا لا اقول الشعب الجزائري، لان انا متاكد ان هناك جزائريون لا يمكن ان يقفوا هذا الموقف الخزين. لا انا متاكد يا جماعه، لا يمكن، ما يمكنش انه كلهم بنفس الطريقه. انت وصفت الملك، لحظه يا اخي، لحظه. هذا واحد من ابناء الحركه كان يستمتع بالجلد ونحن نجلده، فلما تألم صرخ. خليك تحت. دابا انا لا يمكن يا اخي ابو كمال ان استوعب انه كل الجزائريون من هذه النوعيه. طبعا هذا جده حركي وليس شهيد على فكره، حتى ما تزعلوا يا اخواننا في الجزائر. هذا من ابناء الحركه الذين الذي مارسوا الدياثه مع فرنسا، وكانوا يستمتعون بالفرنسي، وهو يعني يفعل الافاعيل في الامه التونسيه، في الارض الجزائريه. ابناء الحركه، عشان ما تقولوا تزعلوا مننا ولا شيء، انا قد قلت لكم عيال الحركي، لا عاد يقول لي انه جده شهيد. لا الله المستعان، من احفاد الحركه، قد قلنا لكم. يا اخينا السوري، نعم أخي، انت ماذا تنتظر من ناس ظلوا يفرحون ويروجون أن بلادهم اسمها بلد المليون شهيد، وأنت السوري الآن سحبت منه هذا اللقب وأصبحت أنت بلد المليون شهيد، وتريد يرتاح يشجع هذا الثورة ديالك؟ يعني طبيعي يا أخي، أنت سحبت منه اللقب. تمام أخي أسعد. أنا بالنسبة لي لما أقول عندي 1.5 مليون شهيد، أنا عندي وثائق بالاسم والتاريخ، وابن مين وهو مين وكل شيء بالاسم والتاريخ. عندي بأسماء 1.5 مليون شهيد وال500 ألف مفقود، عندنا اسمائهم احنا. اما هم هلا يعطوني 300 ألف شهيد اسمائهم، انا اعطيهم هذا اللقب. مبروك لهم. الله يحفظك، وابقى معي.